انت عارف ان حواليك ناس ما بتتكلمش، ما بيطلعوش يقولوا مشاكلهم لاصحابهم ولا لاي حد، شايلين جواهم بلاوي وضغوطات وساكتين. كتير قوي بيبقى حواليك ناس قريبين منك، تكتشف بعد مدة مش قليلة ان عندهم مشاكل، شايلين هم، عندهم تحديات عنيفة جدا، بس مش بيتكلموا. انت نفسك ممكن تكون واحد من الناس دي. في الغالب الناس دي يا بتمشي من سكات وانت بتبقاش فاهم السبب او عارف اي حاجة، او مرة واحدة بينفجروا وبرضه في الغالب في الاخر بيمشوا. وللأسف شفتها، وكنت واحد من الناس اللي حوالين الشخص ده، وأدركت إني كنت بالمعنى الحرفي مغفل، عشان كنت غافل عن مشاعر الشخص ده. حالة تالتة أخيرة ونادرا ما بتحصل، إنه الناس دي تبدأ تحكي وتتكلم وتعبر عن مشاعرها. علشان كده الهدف من الحلقة دي إنك تكتشف الناس دي، تسمع صوتهم ومشاكلهم، أو إنك أنت نفسك تتكلم شوية وتفضفض لو أنت واحد من الناس دي، الناس اللي صوتها واطي وبتخزن كل حاجة في نفسها. خليني أقولك ليه الموضوع ده مهم. الناس اللي صوتها واطي، مش بتتكلم، بتكتم كل أحزانها ومشاكلها ومش بتشاركها مع حد، الناس دي موجودين حوالينا وموجودين أقرب مما أنت متخيل. أخوك، أختك، والدك، والدتك، مراتك، الشخص اللي بتحبه، حد من صحابك. الناس دي لما بتمشي مش بترجع. الناس دي مهما كانت وسط الناس بتحس انها وحيدة وغريبة عنهم. والأصعب ان الناس دي حربها مش بس في مشاكلها، حربها كمان داخلية مع نفسها. احساسه بالفشل وبالإحباط وعدم القبول عالي جدا، لدرجة ممكن توصل للانتحار، او انه الشخص ينعزل تماما عن العالم ده. ويمكن كمان من كتر الضغط والتعب يجيله تعب جسدي، ويتعب اكتر من كمان التعب النفسي. لو انت مدرك الكلام ده وخطورة الكلام ده، او سمعته قبل كده، او حتى دي اول مرة تسمعه، فدي فرصة قدامك عشان تبدأ عينيك تتفتح على الناس دي وتدور عليهم. وزي ما هنقول قدام، انك بالبلدي هتنكشهم. مش بس كده، انا اسف، بس هتدخل بدماغك في حياتهم لحد ما تعرف ايه اللي مضايقهم، وتحاول تسندهم وتساعدهم ان هم يعدوا مشكلتهم والمرحلة دي. طب هنعمل ايه في الموضوع ده بقى؟ اولا، خليك دايما مركز مع الناس اللي تهمك. لو في مرة لقيت حد متضايق، ما تسيبوش، حاول تدخل في حياته، اسأل، اطمن، خليك وراه لحد ما يبتدي يحكي لك، يفضفض معاك. لو فعلا بينكم عشرة، ما تسيبوش لحد ما يبتدي يحكي وتشاركه مشاكله وتحاول تسنده أو تحل مشكلته معاه. الحاجة التانية، لو يهمك تسند اللي حواليك والشخص اللي متضايق، لازم تبقى مبادر، لازم تاخد الخطوة الأولى. ما تقولش ما هو أصل الشخص ده مش بيتكلم فمش هعمل حاجة. لازم تاخد خطوة تجاهه، تجرب مرة واتنين، بادر بالسؤال، بادر بالفعل. عرفت ان حد محتاج حاجة، ما تسألش، اعملها او هات الحاجة على طول. افتكر حد من صحابي حصلت له حالة وفاة في حالة من الناس اللي قريبين جدا من عيلته. وجي واحد صاحبنا كان مسافر برا مصر بيشتغل، قرر ان هو هينزل ليلة او ليلتين، مجرد انه يروح يحضر العزا ويسند صاحبه ويقف جنبه ويرجع تاني. اخد خطوة، مبادر جدا، ما فكرش، ما سألش، ما قعدش يحسبها، واخد خطوة علشان عايز يسند صاحبه، عايز يبقى متواجد جنبه. حتى لو مش هيقول احسن كلام، مش هيسند، مش هيرجع اللي راح، ولكن كان التواجد بتاعه مهم جدا عشان يسند صاحبه. حاجة كمان، ما تبطلش تسأل، ما تبطلش تسأل على صحابك. احنا كرجالة مش بنهتم قوي باننا نسأل على بعض غير لما يبقى فيه مصيبة. بس الحقيقة ان الصحاب وتحديدا الرجالة
محتاجين يسألوا على بعض، وكتير، لأن في الغالب مفيش راجل بيتكلم من نفسه أو بيروح يفضفض. عشان كده ما تبطلش تسأل عن أصحابك وتتابعهم من وقت للتاني. طب انت كنت مركز، أخدت الخطوة الأولى، فضلت تسأل، وأخيرا الشخص بدأ يتكلم معاك. خد بالك بقى، لما الشخص يتكلم مش لازم ترد، مش لازم تنصح، ممكن تسمع وبس، ممكن تتواجد جنبه وبس. مش لازم تعمل حاجة أكتر من كده في الأول، لأنه مش دايما الشخص بيبقى عايز يسمع نصيحة، أو مش بيبقى دايما مستعد إنه يسمع نصيحة. وكمان إحنا مش دايما بنبقى أحسن ناس نتكلم عن المشاكل ونتكلم عن حلول، عن مشاكل كمان يمكن مش مجربينها. آخر حاجة كمان ممكن تعملها، خد بالك من الشخص اللي وثق فيك، حكالك حاجات شخصية جدا أو حتى فضفض معاك بحاجات عادية، لكن ما قالهاش لحد قبل كده. لازم تحس إنه ملوش غيرك، كأنك آخر صاحب عنده، حتى لو حواليه كتير أو يبان إن حواليه كتير. حاول تميز اللي قدامك حساس لأنهي درجة، وقد إيه ممكن يستتقل إنه يجي ويتكلم. ميز، عشان زي ما قلنا من شوية، الناس دي ممكن تمشي وما ترجعش تاني لو حست بضغط، أو حست إنه الشخص اللي ائتمنته على مشاكلها وسرها مش مقدر ومش حاسس ومش عايز يساعد. خد بالك كمان عشان ما تبقاش بتعيش مكانهم وبتفكر طول الوقت في المشكلة بتاعتهم وتتأثر بزيادة. بس حس بيهم، شاركهم وجعهم، خليك جنبهم. وأخيرا، قلبك وودنك ومجرد انك متواجد جنب حد ممكن يغير حياة الشخص ده، والحقيقة ان انت كمان حياتك هتتغير. اخر حاجة، لو انت حد من الناس اللي بتكتم جواها وبتخزن كل مشاكلها ومش بتعرف تفضفض او تتكلم مع حد، بص، لو تقدر تحول كل مشاكلك على ربنا اعمل كده، لانه مهما الناس سمعت لك مش هتريحك. ربنا هو الوحيد اللي يقدر يريحك. لو بتكتم المشكلة جواك، حاول في وقت تفتكر انك محتاج شوية مساعدة من اللي حواليك، سندة، حد يسمعك، مش لازم يحللك مشاكلك. واتكلم مع ناس محددة جدا قريبين منك، ممكن يكون 1 أو 2 بالكتير، حد تحس انك مش بتشيل نفسك معاه جمايل، لا، ده احنا بنسند بعض، وتبقى عارف انه هيهتم وهيراعي تعبك ومشاكلك. خد بالك، لانه ساعات بندور في دواير حوالينا كتير جدا، زي صحاب، زي زمايل، زي ناس في الشغل، وبننسى انه في ناس في البيت بيحبونا جدا، واكتر ناس بيهتموا لمصلحتنا ومستنيين نيجي نتكلم معاهم ونفضفض معاهم. لو صرحت نفسك بمشكلة وحاسس ان انت محتاج مساعدة من متخصص، لو سمحت ما تستناش دقيقة، ما تفكرش في الناس ولا رأيهم فيك ولا هيشوفوك ازاي. فكر ان المساعدة دي هتفرق في حياتك، هتغيرك للأحسن. عرفت المشكلة؟ عالجها باختصار، ما تضيعش مجهود في التفكير، ووفر التفكير ده عشان لما تبتدي تاخد خطوة محتاج تفضل تشجع نفسك انك تكمل في الخطوة دي وتكمل في العلاج وتستمر لحد ما مشكلتك تتحل. آخر كلمة، علي صوتك. احنا بنحتاج حد يشيل الهم معانا. ارمي حملك على ربنا، ولو ربنا بعتلك صاحب أو 2 احكي لهم، اتكلم معاهم. كلنا بنشيل بعض، الإنسان مش مخلوق في الدنيا لوحده. ولو تعبت للناس وسمعت مشاكلهم، هيجيلك الشخص اللي يشيل مشاكلك وهو كمان يسمع منك.